السلام عليكم. شايفين القمر اللي ما فيهوش ولا غلطة ده؟ يلا بينا نعمله مع بعض بطريقة سهلة وموفرة جدا جدا. اول حاجة عندي هنا اجنحة فراخ. زي ما تحبي، حابة تشيلي الحتة الأخيرة دي شيليها، حابة تسيبيها سيبيها براحتك. تمام. عندي بقى تكاية بعملها كده هتستغربوها شوية، وهي اني بسلق الأجنحة ديت حوالي 10 دقايق. لازم اديها غلوتين كده عشان اطمن انها طلعت الزفارة منها واستوت معايا. وبحط معاها حبة ملح وورقتين من اللورا. معايا كده كوباية من الدقيق، وبحط عليها حبة بهارات مشكلة ونص معلقة من الكركم ونص معلقة فلفل اسود. وطبعا ما تنسوش الملح. وبحط بقى شوية من المية كده وافضل اقلبهم كلهم مع بعضهم لحد ما بتكون معايا يعني ايه قوامها خفيف كده شوية، مش اللي هي ماسكة ببعضها، بتكون خفيفة شوية كده. بعد كده بجيب الصدور اللي اديتها 10 دقايق بعد الغليان على النار. وبغلفها بالتتبيلة او الخلطة اللي عملتها معاكم دلوقتي. وبغطيها حوالي ساعتين 3، ولو مستعجلة بتسيبيها عادي ساعة بس وبتشتغلي فيها. هنا عندي علبة يفضل انها تكون بغطا، ليها غطا علشان ما تبهدلكيش الدنيا، ودي افضل طريقة بحب استخدمها. جبت كده كوباية ونص من الدقيق، وحطيت شوية من الملح وحبة من البهارات المشكلة برضو، وقلبتهم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده خدت الأجنحة اللي في التتبيلة عندي، وهغطي العلبة معايا كويس جدا، وهفضل ارج فيها كده علشان تديني بقى إيه شكل الحلو المقرمش للفراخ كده. وهتبقى شكلها وقرمشتها جميلة قوي. بفضل احرك فيها زي ما انتوا شفتوا كده، و اقلبها كويس جدا لحد ما بتديني الحاجات الجميلة والتشكيلة الحلوة لقرمشة الاجنحة زي ما انتوا شايفين. في زيت بقى سخن غزير كده على النار، بحط معايا الأجنحة دي، وعلى نار تكون يا جماعة فوق الهادية بحاجة بسيطة. ما تعليش النار قوي علشان ما تتلسوعش منك من بره وتفضل نية معاكي من جوه. انا بفضل اني اغطيها كمان اول 10 دقايق، يعني هي بتاخد منك من ربع ساعة ل20 دقيقة كده. وما ننساش اني سلقتها حوالي 10 دقايق، فمش هتاخد معايا سوا كتير يعني. بعد كده بتطلع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا بقى الجمال معايا. وصفة ببلاش يعني، ما كلفناها لهاش اي حاجة، ولا حطينا بقى لا زبادي ولا بيض ولا كل الحاجات المكلفة دي. ودوقي بقى طعم الفراخ وفرحي ولادك اللي اكيد بيحبوا القرمشة في الفراخ وبيحبوا الحاجات دي جدا. والحاجات ديت بتتباع باسعار عالية جدا، واحنا عملناها من بيتنا فعلا ما كلفتناش اكتر من شوية دقيق. وكلنا عارفين ان الاجنحة بتكون رخيصة قوي يعني، فبتكون وجبة مشبعة. بنفرح بيها اولادنا، وكمان غير مكلفة تماما تماما. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة. بإذن الله هننزل مع بعض وصفات تانية. وبحبكم جدا، واتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.